السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم غنشارك معكم واحد التتبيله رائعه كنرقد فيها الدجاج ديالي. اولا ملي كناخذ الدجاج خلاص راه كنغسلو مزيان وكنقيه مزيان. هنا هذيك التتبيله عندي فيها 2 معالق كبار سكينجبير، 2 معالق كبار قزبر يابس مطحون، ملعقه كبيره سودانيه مطحونه، 2 معالق كبار قرفه مطحونه، 2 معالق كبار ملحه، 3 حبات حامض محكوكين كاملين يعني بالقشور وبداك التفل الداخلي يعني محكوكين كاملين. هنا كناخذ واحد المول كبير او بانيو وندير فيه داك الحامض اللي محكوك او الليمون، الشماليين تيقولوا له الليمون وحنا في الداخل كنقولوا له الحامض. كنوضع فيه ديك التتبيله، راه هاد التتبيله كتجي رائعه رائعه رائعه. هادشي قبل ما يتغسل ونطيبوه. هادي تتبيله ديال الترقاد، تتبيله مختلفه، جربوها متاكده غتعجبكم. تتبيله رائعه رائعه. الدجاج ديالكم غيجي زوين بزاف ولذيذ. هنا كندير فيه واحد 4 كاس فقط، ما كديروش الزيت، 4 كاس فقط ديال الماء باش ما كيبقاش يعني قاسح. وكنبدا نشرمل الدجاج ديالي كله، كندخلو لداخل ونطلي حتى ما بين اللحم والجلده. من بعد خلاص راني كنغسلو مزيان. وهاد التتبيله راه خصها تبقى فيه الليله كامله. الا كان عندكم الدجاج في الصباح بكري غتخليوه نهار كامل حتى العشيه عاد طيبوه. هكذا غادي نستمر، غادي نتبلو مزيان. انا هنا كانت عندي عراضه درت 3 ديال الدجاجات، واخا تكون عندكم غير دجاجه وحده ما كيهمش. المهم انا هاد الطريقه زوينه بزاف وراتها لي صراحه اختي وبغيت نشاركها معكم. مختلفه على المعتاد اللي هو معروف. كنرقدو الدجاج في الماء ونديرو فيه الحامض او الخل، الملحه وكذلك الفرص باش كيبيضو. لكن هاد التتبيله ديال الترقاد مختلفه تماما بدون ماء. وهكذا غادي نخليه. انا غادي نغطيه وغنخليه ليله كامله. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى هذه الطريقه اللي شاركت معكم كذلك تجربوها، متاكده غتعجبكم. وما تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك اللي كيشاهد قناتي من جديد. والى اللقاء، الى فيديو جديد ووصفه جديده كالعاده.